كابتن ماجد الحقيقي قدر يقود اليابان عشان يكسب كأس آسيا 92، وكانوا قريبين قوي من التأهل لكأس العالم 94 وبعقل هولندي برضه زي نيجيريا، ولكن تجربة اليابان كانت تجربة مختلفة خالص. الاتحاد الياباني لكرة القدم هو واحد من أقدم الاتحادات الآسيوية، اتأسس سنة 21، ورغم كده وبعد 70 سنة من التأسيس إنجازات المنتخب الياباني كانت محدودة جدا. يعني سنة 91 لا كانوا تأهلوا لكأس العالم ولا تأهلوا لكأس آسيا غير مرة واحدة بس، احتلوا فيها المركز الأخير سنة 88، ويمكن أكبر إنجازاتهم وقتها كان برونزية أولمبياد مكسيكو سيتي سنة 68. في صفة 92 اليابان لأول مرة جابت مدرب أجنبي ليقود الفريق قبل كأس آسيا 92 واللي كانوا بينظموه على أرضهم، وده أول مدرب أجنبي في تاريخ اليابان اللي كانت بتعتمد دايما على المدربين الوطنيين، وآخرهم المدرب كينزو يوكوياما واللي تولى قيادة الفريق في كأس آسيا 88 وتصفيات مونديال 90. المدرب الأجنبي ده كان المدرب الهولندي يوهان أوفت، واللي لها صعوبات كتير في بداية توليه المهمة، زي انه يحاول يغير مكان مهاجم الفريق كازويتشي ميورا واللي كان وقتها احسن لاعب في اليابان وهداف المنتخب. اوفت كان بيفكر انه يستغل مهارات ميورا ويرجعه كنص ملعب وصانع العاب، فكان رد ميورا مباشر وصريح، قال له انا لو لعبت في مركز مش بحبه ههدد بالانسحاب من الفريق، وساعتها هيمشوك انت عشان انا ما سيبش الفريق. الموقف ده ممكن يدينا انطباع عن اوضاع الكوره في اليابان سنة 92، وخصوصا انه رغم انه المنتخب الياباني ما كانش محقق اي انجاز الا ان اللعيبه كانت شعبيتها كبيره وواخده وضع كبير قوي عند الجماهير لا يتناسب مع مردودهم وادائهم في الملعب، وده عمل طبعا مشاكل شخصيه كتير جوه الفريق وأوفت كان مطالب بحلها. بس مش معنى كده ان الفريق كان فاضي خالص، كازويتشي ميورا كان لاعب موهوب وهداف، غير المدافع مسامي إيهارا والاتنين كانوا 25 سنة، غير كابتن الفريق المدافع تيتسوجي هاشيرا تاني اللي كان بيلعب في نفس النادي مع إيهارا، فالاتنين كانوا متفاهمين. وفي الوسط كان في أكتر من لاعب جيد، منهم اللاعب البرازيلي روي راموس اللي كان وقتها 35 سنة، والحقيقة ان راموس اتأخر في الحصول على الجنسية اليابانية. راموس بدأ ممارسة الكورة في البرازيل لحد ما شافه واحد من الكشافين اليابانيين في ساو باولو، فضمه الفريق يوميوري، وفي نوفمبر 89 قدر ياخد الجنسية اليابانية ويلعب للمنتخب سنة 90. راموس كان عنده مشاكل في الأول مع أوفت واختلفوا على طريقة اللعب، بس بعد كام شهر في سبتمبر 92 قعدوا مع بعض قعدة 30 دقيقة حضرها رئيس الاتحاد الياباني وقتها جينجي أجاوارا، وانتهت بعودة راموس للمنتخب. أوفت اشترك في بطولة دايناستي كاب في الصين في أغسطس، ودي كانت بطولة كانت بتتلعب وقتها بين منتخبات دول شرق آسيا الكبيرة، وقدر يكسبها بعد ما كسب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وما خسرش من كوريا الجنوبية، وبعدها شارك في كأس آسيا في أكتوبر. كأس آسيا كان فيه 8 فرق بس على مجموعتين، مجموعة اليابان كانت الامارات وايران وكوريا الشماليه، اتعادلت اول ماتش مع الامارات وتعادلت مع كوريا الشماليه، واتبقى اخر ماتش اليابان ضد ايران لازم تكسبه والا تخرج من البطوله. الماتش كان متكافئ ومفتوح وفرص من الفريقين لحد الدقيقه 87، كرة طولية في عمق الدفاع الايراني تعدي الكل وتروح لميورا اللي يحطها على شمال الجول عشان ينقذ اليابان من الخروج وتكمل في البطوله. الحكم السوري جمال الشريف يومها طرد 3 لعيبة من إيران، منهم 2 في الوقت الضايع، عشان كده سموه في إيران سفاح هيروشيما. الماتش اتلعب في مدينة هيروشيما فعشان كده سموه سفاح هيروشيما. اليابان في قبل النهائي لعبت الصين وكسبتها 3-2، وبعدين كسبوا السعودية في النهائي 1-0 وكسبوا البطولة لأول مرة. الفوز بالبطولة وعلى أرض اليابان رفع الطموح وخلى الفريق مطالب بالتأهل للمونديال 94، وخصوصا ان كان واضح تأثير أوفت على الفريق بقى قادر يعمل جمل وتحركات، مش بيلعب بالعشوائية بتاعت زمان. اليابان في الدور الاول للتصفيات وقعت في مجموعة واحدة مع الامارات وتايلاند وبنجلاديش وسريلانكا على دورتين مجمعتين، الاولى في طوكيو والتانية في دبي. بس طبعا كان معروف ان ماتشين اليابان والامارات
هم اللي هيحددوا متصدر المجموعة. كسبت اليابان في طوكيو 2-0 من ضربتين ركنيتين بالراس، وبعد 3 أسابيع اتعادلوا 1-1 في دبي، وصعدت اليابان للدور الثاني اللي كان عبارة عن دورة بين 6 فرق في أرض محايدة في مدينة الدوحة في قطر. هيصعد منهم فريقين لكأس العالم، السعودية وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مع اليابان، والدورة دي اتلعبت في أكتوبر 93. اليابان كبطل لكأس آسيا كانت مرشح بقوة للتأهل للمونديال، بس أول مباراة لعبوا السعودية في إعادة لنهائي آسيا وخلصت المباراة 0-0. بعدها خسرت اليابان 1-2 من إيران، وبعدت اليابان عن التأهل واحتلت المركز الخامس. لكن كازويتشي ميورا كان له رأي تاني بعد ما اليابان كسبت كوريا الشمالية 3-0 وكوريا الجنوبية 1-0. 4 أهداف سجل منهم ميورا 3، رجعت الأمل تاني لليابان وحطتهم في الصدارة قبل آخر جولات التصفيات. المباراة الأخيرة كانت ضد العراق، والفريقين كان عندهم فرصة للتأهل، ومع لعب المباراة التانية في نفس الوقت كان الموضوع قمة في الإثارة. اليابان اتقدمت مرتين لحد ما وصلت النتيجة 2-1، وفي الدقيقة 90 كرة عرضية عراقية جعفر عمران حطها في جول. اعتقد ان حارس اليابان ماتسوناجا كان المفروض يحاول على الكرة دي اكتر من كده.